اسيب الشو يدمر الستايا وهواك. تاني يا عبد الله. وبحبك وحشتيني لو عيني، ولو انت مطلع عيني بحبك موت. لفيت قد ايه لفيت، ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقول لك انا حنيت بعين الصوت، وكأن الوقت في بعدك واقف ما بيمشيش. وكأنك كنت معايا بعتي وما بعتيش، بتحلوي وطول الوقت بتزيدي جمال وهدوء، كأنك شيء نازل من فوق. السلام عليكم ورحمة الله، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ماما دلي. النهاردة عندنا ايه؟ النهاردة هنزين كده، هنعمل احتفالية بعيد الحب كل سنة، وأي اتنين بيحبوا بعضهم، أم وأخ وكل الناس. يعني لو أخ بيحب أخوه كل سنة وهو طيب، لو أخت بتحب أختها كل سنة وهي طيب. مش لازم يكون الأحبة بين المخطوبين ولا المتجوزين. يلا بينا نعمل حتة دوكير كده فنانة يا داليا. يلا نعمل يلا بينا. وما تنسوش قبل ما نبدأ أي شيء، ما تنسوش تعملوا إيه؟ لايك 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 لايك. يلا. القصة والحكاية بدأت من أول نظرة وهمسة ونظرة عين وضحكة، وبدأت هنا الحكاية بيني أنا وعبد الله. كانت حكاية جميلة وما زالت تكون جميلة. الإهمال شوية بس مش حاجة وحشة. لما الواحد بيأهمل ويجي يبص ويفتكر في أيام كانت جميلة بيزعل ويقول لأ، أنا لازم أرجع من تاني أقوى وأكون أحلى من الأول بكتير. شوية الدنيا تضغط عليا وشوية الدنيا تضغط عليك، بس احنا برضو ما بينا أولاد ونفضل نحب بعض طول حياتنا، ويا رب ما يفرق ما بينا أبدا. الحياة مش كلها وردي بيني وبينك، ده أكيد. كل بني آدم في الحياة لازم يتخانق، ده اسمه ملح الحياة. ده اسمه ايه؟ ملح الحياة. لو مفيش الملح الحياة مش هتبقى حلو، هتبقى مسكرة بزيادة، هتبقى كده عاملة على طول ملزقة. اما لازم يكون في شوية جفا، في شوية ضحك. الضحك قليل، الجفا كتير، بس الواحد بيحاول على قد ما يقدر يبقى حياته أحلى وأحلى في وسط الظروف اللي احنا فيها. غلا، مأساة، أولاد بتكبر، مدارس، ضغط حياة، بس برضو حبي ليك هيفضل موجود، وحبك ليا الله أعلم موجود ولا مش موجود. بس مهما كان أنا عارفة غلاوتي عندك إيه، حتى لو ما هو مفيش حب بيني وبينك، بس في عشرة، ودي أنا راضية بيها ومبسوطة. العشرة أحلى كتير من الحب. ليه؟ عشان الواحد لما بيعرف اللي هو معاشر بني آدم وتعود عليه كتير، اللي هو ما يقدرش يستغنى عنه. وساعات الحب بيروح، لا مش ساعات بيروح، غلط، هو موجود بس عليه غبار. وممكن ننفضه بإيدينا ويظهر، وممكن ننفض الغبار وما يظهرش بس هو موجود. طالما البني آدم عايشين اتنين تحت سقف واحد، مهما الظروف وتقعد تقول انا ما بحبش، انا ما بعملش، انا عشان اولادي، لا. البني ادم لو مش عايز حد مش هيقدر يقعد معاه يوم بحاله، مش هيقدر يستنى حد ويستنى ويعمل له اكل ويعمل له شرب عشان هو رب اسرة بس. لا طبعا الكلام ده غلط. الكلام ده بقوله لكل بنت، لكل واحدة فقدت الإحساس اللي هي بتحب جوزها وعايزة تمشي من البيت بأي طريقة، أو خلاص ما بقاش فيه حياة، اللي هو بقى روتين. اعتبريه روتين. لو انت بتعتبري
اللي عدم كلمة بحبك والاهتمام اللي هو روتين. غيري في الروتين اليومي، انت نفسيتك بتتغير. لما بتغيري انتريه ولا سفرة من مكان لمكان انت نفسيتك بتتغير. غيري بقى في روتين جوازك، غيري من نفسك، هتلقي الحلو قدامك. يمكن الكلام مش مرتب على بعضه وشبه بعضه، بس دي نصيحة لكل واحدة قلبها قسي شوية. ارجعي ارجعي ارجعي، عشان حبك ليه هو اللي مخليكي قاعدة ومستنية وتاكلي لقمة بينك وبينه. واقول لك حاجة، هي مش بالهدايا ولا بأي حاجة، براحة البال والسعادة. هو ما جابليش هدية وانا مش مستنية منه هدية، عشان انا لما بشوفه فرحان، لما انا بجيبله حاجة بسيطة هو بيكون فرحان بيها جدا. هو مش بتاع هدايا ولا حب ولا لفلفة ولا كلام ناعم ولا الحاجات الملزقة دي، وانا اتعودت عليه وده اللي بسطني في حياتي معاه. وده الحمد لله يا رب العالمين، ده ربنا اختارهولي ليا ابو عيالي، بنت واتنين وتلاتة. اظن مش دي اشارة واحدة، لا، دي 3 اشارات اللي انا اكمل معاه الحياة. ويا رب يدومنا مع بعض دايما على طول، بنحب بعض ومبسوطين وسعيدين بأبسط كلمة تتقلي وتتقله، بأبسط حاجة ليا وليه. بصوا طلع عيني بجد واتشعلقت شعلقة. عملت اقول لكم حاجة، انا بقالي زمان جدا ما عملتش ولا احتفلت ولا عيد جوازي بأمانة. بقالي فترة مؤهملة، ولا بعيد حب ولا بأي حاجة. بس انا قررت النهاردة بعد طول الغياب، يعني انا ممكن اجيب تورتاية ولا اي حاجة، بس اللي انا انفه بلالين والحاجات دي بطلت احتفل، وبعيد من تاني. الاحتفاليات. يلا كل عيد حب، واي حد بيحب حد كل سنة وهو طيب. هابي فالنتاين داي. متنسوش تحطوا لايك طبعا. انا جبت له طبعا الهدية دي، خدت البيجامة بتاعته، الترنج بتاعه، و قلت انا عايزة مقاسه بالظبط بالظبط. طبعا هو ما بيهدينيش هدايا، يعني ما بيجيبليش هدية فيها هدوم ولا حاجة. ممكن يجيب لي برفان لو عدكو، لو جاب لي هدية، لو افتكر اللي النهاردة الفالنتين وجاب هدية هوريها لكم. لو ما جابش بقى هو بيضحك عليا بيقول لي كل سنة سعيد. بصوا بيجامة جميلة قوي جامدة. بصوا ترنج، البنطلون بتاعها اسود. ده ترنج رياضي يا ماما. لا البنطلون بتاعها اسود. بصوا يعني انا كنت فاكرة اللي ده يعني الراجل موفقهم على بعض، لا يعني اتأكدت اللي هو دلوقتي التمساح هنا وهو هنا هو كمان. انتوا اتفرجتوا على الهدية قبل جوزي، شفتوا بقى. طبعا انا سايبها له بالتيكت اهو. عشان لو في حاجة في المقاس ترجع تاني. مش هحطه له شنطة هدية، يعني هو ايه مش محتاج اللي هو يتحط في شنطة هدية. البيجامة هو اكيد اول ما هيخش انا بفتح له الباب كل يوم. انا هعمل النهارده اللي انا مش سامعه الباب، هعمل اللي انا مش سامعه الباب ولا اي حاجه. أنا بطبخ واي حاجه، مش هفتح له الباب. هو يخش بقى، يخش يلاقي الله الجمال. بصوا تعالى فرج، جميله قوي جميله. واتشعبطت شعبطه يا دليا، مش ما كنتش متخيله ان انا اعرف اعمل انا شفتها صراحه على النت وقلت اجربها. شفتوا، انا اول مره اجيب هدوم لجوزي اصلا، وخايفه اللي هي تكون مش حلو. كل سنه وانت طيب. اوعى تنسوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ماما دولي. اقول لكم ايه، سلام. صلاة على النبي، حلاوتك يابا. هابي فالنتاين.
بلالين فرقة. مين فرقعها والله؟ هي الحلقة دي ده لسه داخلة. بيلعب كورة بيها. لا شكله مش شكله يبقى مظبوط. واحد ينام بتيكته. أهم حاجة أنت تقول مظبوط أنت. مظبوط. ده بالكلي. تقيل يا راجل والله. الحمد لله أول مرة أجيب له حاجة تعجبه. حلو يعني. ده أجمل من التاني بكتير. يا سلام ده ما جبتلكش ببرنوس بقى. أيوة أنا بعرف أنام بيه. ده هتنام بيه يعني. بنام بيه. بالظبط. زي اللي شفناه ده. أنا مش فاكرة.